والله يا اعزائي، انا مقدر جدا 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 ان الكوره في مصر هي تسليه اكتر من هي كره قدم. احنا بنتبسط واحنا بنتكلم على اللي بيحصل حوالين الكوره وعن المشاكل، والام مين بتحب مين، وقفشه بيحفر في الارض والحاجات اللطيفه دي اكتر من مستوى قفشه نفسه. ما يفرقش مع اللي خلفونا في حاجه. وانا مقدر ده جدا جدا ومستمتع، بس مش لدرجه الكذب. يعني مش يعني لما بنكذب، يعني طول ما احنا بنتبسط تمام. يعني انت حاطط لي صوره قفشه بيحفر في الارض بيحرث الارض، واحنا كنا سقفنا وزي الفل. يعني حاطط لي صوره كهربا سهران سمعت اتبسطنا بميدو مش عارف اوكي، مفيش كذب في الموضوع. انما لما توصل لحد الكذب، يعني على الصفقات اللي بتحصل، الحوار بتاع الصفقات بتاعت النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، انتوا ما خدتوش بالكم وما علمتوش على الناس ان هي بتحور عليكم وبتكذب وزياطه وزراطه وحلقات ملهاش اي 30 لازمه بتحصل، وفيديوهات بالساعات على يوتيوب، وتيك توكس بالالافات على ليه بقى؟ انت تعرف اشرف داري منين يا خريان مدريان؟ تعرفه منين؟ انت بديل عبد المنعم تعرفه منين؟ تعرف يزن الروسان ده، ولا اسعد الحريمات، ولا امجد الخليدات، ولا الراجل الاردني ده تعرفه منين؟ انت شفته فين؟ شفت فين مدافع المكناس المغربي؟ انت تعرف ان في فرقه اسمها المكناس المغربي؟ انت تعرف يعني ايه المكناس؟ في فرقه، احنا شوف لعبنا فرقه مره اسمها المكناس من 18 سنه. فبقى في مدافع في المكناس ده بديل عبد المنعم، والمهاجم الفلاني وفيكتور ويليامز، واللي جاي من الدوري البلجيكي. واصل المفاوضات تعثرت. هو كل واحد بيطرح بيطلع فاسيه يروح مفسيها علينا، واحنا نفضل نتفرج على فيديوهات ونتسحل. واحد يقول كما انفردت امس باتمام صفقه محمد بن رمضان، انفرد اليوم بعدم اتمام صفقه محمد رمضان. انتهى طليله. هو انت عبيط؟ انت بتنفرد امبارح ان ده حاجه ما انت الوحيد اللي تعرفها عشان انت بينزل عليك الوحي، بتتكلم بقى بطريقه معينه كده وراكبك جن، فعرفت ان الراجل مضى امبارح. وبعدين النهارده نفس الجن جه اداهولك وقال لك ايه ده ما مضاش. فانت كده نصدقك ولا نكدبك ولا نفشخك ولا الناس دي ما بانتش. ما خدتوش بالكم بقى ان ده هري فاضي مطلق؟ اتبسطنا وقلنا اوكي تسليه، بلا كوره بلا كورسات بلا كيف تصبح مدرب، بلا فيش الكلام ده بقى. وهي موضوع كده بالحب، واللي بيتكلم احسن بيشير زي بقى مانجا. موافقين تكذبوا كمان عشان تحطوا شويه بهارات؟ طب الاكله حلو، الاكله وحشه وعجبانه وكلناها وبناكلها وزي الفل، تكذب عشان تحط بهارات على الاكل؟ ما احنا طافحينها وساكتين، تكذب ليه؟ نرجع للموضوع الرئيسي اعزائي. معلش خدتكم في دوكه. محمد بن رمضان جاي ولا مش جاي؟ و2 700 ده كتير ولا قليل؟ انتوا اللي انتوا شايفينه، علشان هو الموضوع خرج بره النقاشات. الموضوع بقى زي الديانه كده. الموضوع ان هنحارب علشان الاهلي قال محمد بن رمضان، ونفضل نمجد في امه لحد ما الصفقه تبوظ، نرجع نسفخ باللي جايبوه الارض ونقول عادي. يعني امتى ايه 2 مليون 7 مليون يورو اللي يدفعوا في محمد بن رمضان؟ لا يا عم، ما احسن دلوقتي لا يدفع هات رقم 8 تاني عشان كونتيننتال، عشان كاس عالم انديه، عشان تعرف تكسب انبي، عشان تعرف تلعب مودرن سبورت، عشان ماشي. ما جبناهوش قلنا كتير. فانتوا بتمجدوا وبتعظموا على حزن ايه؟ ما بالراحه، ما بالراحه. فرحانين بيحيى عطيه الله، انا فرحان بيه. انا واحد من الناس فرحان باللي جاي من فرقه حماده الروسي، اللي امبارح ايمن الشريعي بتاع انبي قال ده كانوا عايزين محمد حمدي وانا ما رضيتش فجابوا يحيى عطيه الله. له لعيب كبير وكل حاجه، بس انتوا بتمجدوا في الصفقه ليه؟ ما عادي يا جدعان، ده جاي من الدوري الروسي. روسيا مين؟ ده روسيا دي بره الخريطه، انتوا مش واخدين بالكم؟ مفيش روسيا اصلا. روسيا بتلعب مع دوري وكاس مع نفسها كده. السلام عليكم. فانت جبت لاعب من النادي الروسي عادي، يعني تديله رقم كبير بقى، تديله رقم قليل، اي صفقه وجات وخلاص. انما انت بتحارب عشان واحد بيلعب في الدوري المجري، هي اخره برضه اخره هيلعب فين بعد الدوري المجري؟ قهر اللي هو فيه ده. ولما تحط الاهلي في مقارنه بالدوري المجري، ولا زي الواد بتاع بالعيد اللي حط في مقارنه ما بين الاهلي وما بين اي فرقه في اوروبا، راح اي فرقه في اوروبا يمكن ربنا يكرمه ويكمل في اوروبا. انما يلعب في الاهلي ياخد 6 دوري ابطال افريقيا و7 دوري اللي مش عارف ايه، وثالث كاس عالم انديه لما يبقى 32 فريق، واول كونتيننتال مش عارف بس. ويروح في الاخر يجي بجمال بالماضي، ولا يجي في منتخب الجزائر يجيب واحد بيلعب في سجو، ولا يجيبه عشان بيتكلم فرنساوي وعايش مع العيال بره وبيعرف يتمرن وبتاع وعنده دوري مظبوط وبياخد اجازات وبيريح، مش جاي هنا معكوك عكه وسخه. ما احنا الدوري يخلص النهارده. الدوري الانجليزي بدا امبارح، انتوا متخيلين موسم جديد بدا واحنا الموسم بتاعنا لسه ما خلصش. فده لما يروح اوروبا هيبقى عنده موسم وعنده اجازات وعنده بحر وعنده شمس وعنده بتاع وعنده عيلته وعنده اسره، وهيجي هنا يعيش ازاي وبتاع. ما قيسوا الموضوع بالعقل. السعوديه عشان تعرف تجيب ناس خلت لهم السعوديه اوروبا عشان يجي هناك. اصلا ده بيتبسط في السعوديه اكتر ما بيتبسط في مدريد. الرياض بالنسبه له بقت برشلونه.
تمام. انما انت هنا عيشه بقى يروح دين خان خليلي كل يوم، هيروح يعرف يعيش في حتت حلوه وبتاع، بس هو منعزل عن العالم مش عارف ايا كان بقى، دوري حتى البايظ، فلوس، ولا الازمات الماليه التي يعيشها كل الانديه المهم. اصل انتوا عملتوا كده في القندوسي، فاكرين؟ انا قعدت 8 سنين اتكلم على القندوسي ده، وناس كتيره قعدت تزيط عليا، وانا ما كنتش فاهم القندوسي ده. احنا مجتنا في امه عشان الزمالك دخل في الصفقه، وعشان يلا نجيب القندوسي بيكهام الكره العربيه الاشول. في الاخر مش عارفين يقعد في سيراميكا كليوباترا ولا يروح نادي الباطن او الخلود او الاخدود او حاجه كده من اواخر الدوري السعودي، ولا هيفضل في سيراميكا اصلا من تمجيد والتهليل. ما صفقه عاديه هتيجي، هنشوف يعمل ايه في الملعب. كان جامد، كان عنده طموح، كان عنده رغبه، كان نفسه يحقق، كان واقف على الرجل، وكان هيبقى كويس. بغض النظر عن سعر الصفقه كام ومبالغ فيها ولا لا، معلش قصتي. اصل لك انت هتجيب بين رمضان ب 2700، هتقول اصل انا لو خدت رابع كونتيننتال هاخد 5، فتمام يعني. هقول لك اوكي تمام زي الفل. يعني لو مش كلام على بين رمضان اكتر ما كلام على مودست مثلا. فما ده موضوع يعني دمه تقيل قوي، مش عايزين نهري كتير. مين، نرجع بقى للموضوع الاساسي بتاع اياد العسقلاني، مين اللي يعوض عبد المنعم؟ ما هو لازم يعني هو مقرر. ما هو مش مشكله حد يعوض عبد المنعم، المشكله هنلاقي طريقه نعوض بيها عبد المنعم، مش واحد يعوض عبد المنعم. نروح نستنسخ امه يعني. هنقول محمود مرعي، شفناه وهو لعيب كويس وبيعرف يطلع بالكوره، وفعلا لعيب كويس قوي. انا كنت بقول انه يجي الاهلي قبل ما يروح بيراميدز، اقسم بالله العظيم هذا حصل. اتكلمت على محمود مرعي كويس جدا، وراح بيراميدز اتطور اكتر ما شاء الله. قعد اسامه جلال اللي كنت شايفه اصلا احسن منه، فقعد اسامه جلال، فبقى الواد عايز تجيب محمود مرعي، هات محمود مرعي. هل محمود مرعي نسخه من عبد المنعم؟ لا لا، لعيب عنده ستايل مختلف وعنده طريقه مختلفه، بس طريقته ينفع تعوض طريقه دفاع الاهلي في وجود عبد المنعم. مش هعوض عبد المنعم جو الاستنساخ ده، انا بحب الطريقه دي مقرفه جدا جدا. فرق يمشي مش عارف فران يجيبه بقلبه عادي يعني باك شمال، بس عرف يعوض بطريقته، عرف يعوض مكان فاران بهذا المنطق. ما تبقوش ايه، مش كل الباك يمين بيمشي بيجي باك يمين. الحتت اللي في النص دي، نص الملعب والجناحات والمدافعين، فيها هات وخد. مش هينفع تمشي باك يمين تجيب باك شمال تقول انا عوضته، بقبل. بس ينفع تمشي جناح يمين وتجيب جناح شمال وتقول انا عوضته. جناح شمال يبقى نيمار مثلا، فيبقى خلاص هتعرف بنيمار تعمل تنوع. دي اسمها كوره، مش قفش ومش زعيق ومش كده. فنرجع تاني، فهتعرف تعوض عبد المنعم؟ لا. تعرف تعوض طريقه عبد المنعم؟ تروح تجيب مدافع نظيف كمان، اوكي. نشوف يوسف ايمن، اهو انتوا برضو طلعتوا يوسف ايمن القلعه لحد ما ينزل يبقى عمرو بركات. فاكرين عمرو بركات؟ كان اللهم مسيه بالخير. قعدنا حسينا اقسم بالله العظيم ان ديفيدز جاي، ادجار ديفيدز بالنضاره جاي يلعب في الاهلي. شافنا ان عمرو بركات لعيب ناشئ لعيب 14 سنه، ولا عمر راح لا ليرس ولا لانس ولا مش عارف راح الحاجات دي ازاي. يعني ربنا يكرمه ويزيده. فالموضوع بيمشي بالطريقه دي. عايز تجيب مدافع كويس اذا كان محمود مرعي ولا اسامه جلال، طبعا لو عرفت تخلص مع بيراميدز الواد محمد اسماعيل ينفع. مش عارف مين تجيب 2 تعوض عبد المنعم بيهم، محمد اسماعيل والعش، محمد اسماعيل ومش عارف مين منين، اوكي. تعرف كالوشا بقى، اوكشا، اللعيبه دي الاسماء غريبه، فتعرف تعمل كده بقى زي الفل. ما عرفتش تمام، هتدور يعني. مش هينفع نلعب كاس العالم انديه من غير يا عم هينفع والله العظيم وربنا هينفع. انا ما بقتش اقفش على موضوع الصفقات دي، هينفع يعني. ولكن الاحسن ان انت تقوي الفرقه وتطورها وتجيب ناس تانية عندها دوافع مختلفه وعندها رغبات اخرى علشان تجمد الفرقه. لو اسامه ابو علي نزل بدوافع خلالك الدنيا نار، مع ان كده كان في دوافع يعني ان انت لازم تكسب وتلحق بيراميدز، وبعدين لازم تكسب بيراميدز، فكان في دوافع. بس الواد وجوده اثر كده وعمل نوش، فتقدر تعمل النوش ده بيه يعني، ما تبقاش مقرف. ايه وايه تاني؟ مش هتكلم على الجناحات بقى، خلي الاهلي خلص في جناح ولا ما خلصش في جناح، لسه هنشوف يعني. ومهاجم تاني، انا قلت وجهه نظري في المهاجم. اي تحوير تاني بقى، ما هنروح نجيب مهاجم عنده 28 سنه كان بيلعب برضه في روسيا عشان خاطر يبقى بديل اسامه ابو علي، فتفضل متخانق بقى تلاعب الراجل اللي انت جبته 3 4 مليون ده، تلعبه هو ولا تلعب اسامه ابو علي اللي مكسر الدنيا؟ وانا واحد احسن. كل الريف يقول لك السنه لازم يكون عندي لعيبه مختلفه ولازم يكون عندي، لا مش منطقي، ما تعملش كده.
الحاجه الاخيره في الموضوع العيال الصغيره دي، الحاجه الوحيده اللي هتكلم فيها في الموضوع الصغير، عشان هو خلاص انت ما بقتش بتجرب ناشئين، انت بقيت بتوقع ناشئين. لما تلعب كل الناشئين دول مع كهربا يبقى انت كده بتهلكهم يعني. اولا، ثانيا هو مش الناشئين، مش الناشئ ده منه عشوائي يا عيني، ينفع يلعب في اي حاجه يعني. ينفع وينج رايت يلعب باك يمين، يوسف اسامه، يوسف الواد اللي شبه ابوه بالظبط ده، بن صالح حفيظ، شبه ابوه بالظبط، هو وينج رايت بيلعبه باك يمين، اصل هو بيلعب برجل اليمين عشان محمد عبد الله قدامه فمش هينفع يغيره. الثلاثه في نص الملعب، الثلاثه شبه بعض وبيلعبوا زي بعض، واحد فيهم اشول بس. تقعد طول الماتش مش عارف انا ما بين مصطفى بالخير واحمد بيومي، تمام يعني الاثنين زي الفل وشبه بعض على فكره. احنا برضو كنا مقفرين الموضوع على احمد بيومي، احمد بيومي هو طعيم، احمد طعيمه، بيومي طعيمه، ايا كان الاسم يعني، ان هو لعيب كويس جدا جدا، بس مصطفى بالخير لعيب كويس برضو شبهه، بالعكس شكله ارجل كده واقوى يعني. لو هي جاب الشكل، اصل بتجاب التكنيك والاداء مفيش صفر يعني، ما شفناش حاجه وحيط راس عنده سيجي منه يا جدعان بقى، ما تقرفوناش، عنده 21 سنه بل عنده بل يجي منه. اللعيب شكله راجل كده واقف على رجله، هيبان في الماتشات ماشي، بس مش بالطريقه دي. تلعبهم كده، تلعبهم كده 5 كل ماتش، 5 5 5 يطلع 2 يثبتوا مكانهم بتاع، تلعبهم لما تبقى محتاج بدل الهم اللي احنا فيه ده يعني. لو كان خد كل فرص طاهر عبد المنعم عبد الله ده، محمد عبد الله ده، كان زمانه بقى حاجه وحياه ربنا. لو كان خد كل فرص اكرم توفيق، اذا كان بيومي ولا مصطفى بالخير، كان زمانه بقى احسن والله. عمال بنموت على محمد حمدي باك شمالي. طب واحنا يعني مكلي ده جامد؟ انا بص هدخل في موضوع جديد يعني، مكلي ده جامد ولا مكلي ده ملط؟ انا عايز ابقى فاهم بس يعني، هل مكلي ده مدرب قوي جدا وشاطر وشطوره، ولا مكلي وحش؟ اصل مكلي ده مدرب قوي جدا وشطور، يبقى كريم الدبيس ده لعيب كويس، يبقى كريم الدبيس ده بيحقق المكان اللي هو عايزه، فمنطقي يكون كريم الدبيس لعيب كويس واحسن من محمد حمدي اللي بيطلعه بره ال 18 عشان خاطر يلعب كريم الدبيس. وكل العالم عايز يشتري محمد حمدي من انبي ب 40 50 60 مليون، وبعد حوار فتوح هيوصل 60 مليون عادي و50 مليون عادي وارقام كده. واحنا عندنا كريم الدبيس ما بيلعبوش، وبيلعب اي كلب معدي باك شمال وما بيلعبش كريم الدبيس. انا مش فاهم، مصر كلها بتتخانق على عمر الساعي يا جدعان، تمام والله. طب ما محمود صابر ومحمد شحاته وزياد كمال، الثلاثه اللي بيلعبوا اصلا ما هم موجودين عندكم، وعمر الساعي مكلي ما خدوش وخد دول، يعني احسن ولا اوحش؟ انا عارف انه احسن، بس انا بتكلم على المستوى العام كده من التفكير الغامض اللي فيه حاجات غريبه جدا. يا عم احسن والله العظيم عمر الساعي، طب ما هو الراجل ما خدوش، طب ما بيحققلوش رغباته برضه، ولا في ايه؟ بيلعب عليه كوكا، طب ما انت عندك كوكا ما تلعبه، هي ايه بالورقه قلم كده؟ لا هات عمر الساعي، انا عايز عمر الساعي يلعب في الاهلي عشان بس نبقى متفقين. بس انا ما بقتش فاهم الموضوع ماشي ازاي يعني. نزيط على مكلي ونقول جامد، الموضوع السكت بتاع مكلي دلوقتي بعد الستة والناس اتخرصت كده خلاص، مش هينفع يمسك اي حاجه من اللي الناس كانت بتفكر فيها. او ما نبصش على مكلي وما نقولش جامد ونقول خلاص اللعيبه دي هي كده كده وحشه، خلاص العب اللعيبه اللي عندي بقى، ولا اعمل ايه؟ اروح اجيب اللعيبه الحلوه ولا؟ والله بقى الموضوع غريب جدا. الحاجه الثانيه قال لك جوميز يمشي، انت مع قعدان ولا مشيان جوميز؟ هو انتوا شفتوا ايه من جوميز يخلوه يمشي يا شباب؟ بس معلش والله يعني، ايه اللي اقترفوا الذنب اللي اقترفه جوميز يخلوكوا شايفينه لازم يمشي؟ عمل ايه؟ انا مش عارف والله عمل ايه. انا ممكن اقول لك يعني، انا ما عنديش سبب واحد يخليه يمشي، احتمال يكون ما عنديش سبب يخليه يقعد، بس ما عنديش سبب يخليه يمشي. من الاول خالص قلنا الراجل على قده، والراجل السي في بتاعه قليل، والراجل وسكتنا، وقلنا لا نجيبه. جه لعب، قعد يحاول عافر، خد كونفدراليه، عافر في دوري فرقه مش بتاعته، ولاعيبه بتتصاب ولاعيبه بتتمسك ولاعيبه ايامها زرقاء وبتهرب من المعسكر، وزيزو مش في مستواه، واحتياطي زي الخرا، وناشئين زي النيله، وحاجه تقرف. وعمل بقى الخرا اللي بيعمله ده، ما تسيبوه يا جدعان، ما تسيبوه. هو جوميز الموسم الجاي ان شاء الله مدرب تاني، هو ده هنشوفه بقى لو عرف يجيب 2 3 لعيبه، عشان بس ما تقعدوش اشرب بن شرقي واشرب بن كل قرف. عرف يجيب 2 3 4 لعيبه كده، يبقى نتكلم بقى على جوميز. عرف يوقف فرقه على رجلها شويه، يبقى نعرف نتكلم على جوميز السنه الجايه. انما هو السنه اللي فاتت عمل ايه؟ طيب ما عملش حاجه، الراجل وشه في الارض وما فتحش بقه. اخيرا علشان انا زهقت معلش كان شكلي زهقان. اخيرا عشان انا زهقت. الدوري الانجليزي بدا امبارح، والدوري الاسباني والدوري الفرنسي وكل الدوريات اللطيفه بدات. خدوا الموضوع برده واحده واحده كده، ما تكبروش الموضوع وما تعظموهوش. لسه محمد صلاح الهداف التاريخي للدوري الانجليزي، والهداف التاريخي للافتتاحيات، والهداف التاريخي لاي حته. لسه انا اسف في اللفظ زي ما هو، وخذل اخواته وما رضيش وما امنش ان هو يتكلم عليهم نص كلمه، نوع من انواع
خلاص لازم نقول الكلمتين دول بقى وانا واقف كده. فما تنسوش ابدا الكلام ده، وما تطبلوش لصلاح وما تزيطولوش ليه، عايزين تفرحوا له بقى من جواكم كده اهو مصري وابن البلد وبتاع، انما تزيطوا له وتنسوه ان احنا فاكرين الموقف الزباله اللي عمله لاخواته، انتوا تبقوا هبل. يعني لو محمد صلاح كنا متوقعين منه اكتر من كده، فعلى الاقل كنا متوقعين عكس الخريان مداريان التاني نمبر زفت 1 على دماغه كابتن محمد رمضان بالاعلان الخرا اللي على دماغه والاخر اللي عمله لشركه زفت تقرف. انا ايه الخرا اللي انا بقول على كميه حاجات مقرفه للاعلان اللي عمله على الشركه اللي هي كان بيعيط عشانهم، تروحوا قلت لهم حسبي الله ونعم الوكيل. ما تنسوش اخواتكم، كل دي اشكال وسخه شئنا ام ابينا، عليوا ولا نزلوا، جابوا جوان وكسروا كاس العالم وجابوا كاس العالم اصلا، بقى هدافين الدوري الانجليزي، بقى جعفر العمده تاني، عمل مسلسل دغدغ بيه العالم، عمل فيلم طلع متخلف زيه. ما تنسوش ان اللي بيخذل مصيره مزبله.